السلام عليكم سي كريم. وعليكم السلام ورحمة الله أعطينا تعالى. واحد بطاقة تعريفية. أول شيء كنشكركم وكنشكر الوجود ديالكم ومرحبا بكم. ثانيا معكم الراقي المغربي كريم، الموجود في مدينة الدار البيضاء في الحلحال حدا مقبرة الغفران، وكنرحب بكم. مرحبا والف مرحبا بالإخوة والأخوات، والله يفتح عليكم جميعا يا رب. شكرا. سي كريم، واحد شريط فيديو اللي دار ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي، وهو صنفتي راسك أنك ملك الرقاة. منين جات هاد الصفة ديال ملك الرقاة؟ أنا مازال كنقولها، غنبقى مالك الرقاة وغنبقى أقوى راقي، كره من كره وأحب من أحب. يعني غنقولها للعامة، ماشي غنقولها غير للبعض، نقولها لكلشي إن شاء الله بحول الله. علاش أنا قلت أنا ملك الرقاة؟ أول حاجة كيجيو عندي حالات ولله الحمد والمنة معقدة مستعصية مركبة، كنكونوا لها سببا من أسباب الفرج، ومن بين هذه الحالات منهم بعض الأخوات اللي ما كيولدوش، منهم بعد الناس اللي كيكون عندهم تقاف، منهم بعض الحالات اللي كيكون عندهم السرطان. يعني حالات صعيبة بزاف. ثانيا علاش قلت انا هاد الصيغه ديال ملك الرقاة ومازال كنكررها ومازال كنعاودها؟ لان كما كلشي كيعرف ان الرقاة دخلوا لهذا الميدان بالنصب والاحتيال والتكسب. حنا هذا الميدان ولله الحمد والمنه ما دايرينوش من اجل التكسب، اللي عطانا شي حاجه كنقولوا بسم الله وكنخشيوه في جيوبنا. هذا هو الاصل في العلاج. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى إن لم تكن شركا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من استطاع منكم أن ينفع أخاه بشيء فليفعل. حنا ما بقيناش كننفعوا خوتنا وخواتاتنا، حنا دابا اللي عنده الفلوس ندخلو، اللي ما عندوش الفلوس ما ندخلوش. هادشي اللي كيديروا الرقاة راكم عارفينهم، بلا ما نذكر لكم هذيك الأقلام السوداء. يعني راكم عارفينهم، عارفين يعني من كندور. كاين دابا واحد هنا في كازا كيدير رقية ب10000 درهم الحصة، وكيزكي نفسه ويفتخر. 10000 درهم الحصة، هذا راقي؟ هذا تسول 10 ساعة، المدة الزمنية ديال ساعة. الطبيب ما ديرش هاد المسألة. الطبيب اللي قرا وعنده ماتيريال معدات وسنوات هو كيقرا وما ديرش هاد المبلغ اللي الله المستعان، هذا كيتسمى نصب واحتيال على العقول الضعيفة وكيضحكوا على الناس. فالحمد لله احنا كملوك للرقاة بفضل للرقية الشرعية بفضل الله سبحانه وتعالى، غنبقاو احسن رقاة وغنبقاو افضل رقاة، وغنبقى ملك الرقية كره من كره واحب من احب. اول شيء انا ما كنشطارش على الناس، ما كنضحكش على الناس، ما كنصبش على الناس، وكيجيو عندنا حالات بفضل الله سبحانه وتعالى كيتعالجوا وكنكونوا لهم سببا من اسباب الفرج وسببا من اسباب الشفاء بفضل الله سبحانه وتعالى. واش كريم كيشوف راسو أنه عنده مميزات عن باقي الرقاة؟ الحمد لله عندي مميزات. اول شيء انا كنخدم بالرباني، ما كنخدمش بشي حاجه خارج شرع الله سبحانه وتعالى، كنخدم بشي حاجه اللي هي شرعيه ولله الحمد والمنه. ثانيا انا انسان زوهري من 10 الصفات اللي ربما ما عندش الرقاة. اغلبيه ديال الرقاة الحمد لله زوهري من 10 الصفات ولله الحمد والمنه. وهذا الشيء كان عندنا قديم، لا رجعنا للاصل ورجعنا للعائله ديالي ورجعت الناس اللي يعني الحمد لله اللي دازوا قبل مني من العائله ديالي الحمد لله متمكنين في الميدان، وكانوا كيمارسوا هذا الميدان بدرايه وبعلم بفضل الله، وهذاك الشيء ورثناه احنا الحمد لله. وكذلك انا بفضل الله عز وجل عندي درايه وعندي علم وعندي خبره طالت لي سنوات بفضل الله عز وجل، وكيجوا عندنا الناس وكيتعالجوا في حصه او حصتين بفضل الله سبحانه وتعالى. انا ماشي كنزكي نفسي ولا افتخر، انما الشفاء بيد الله عز وجل، ولكن باش نوضح واحد المساله ونوضح للعامه باذن الله سبحانه وتعالى. فالحمد لله كنتميزوا حنا بهذه الصفات، بصفه الدرايه. الحمد لله عندنا علم في الميدان، متمكنين في الميدان، عندنا دراسات علميه في الميدان بفضل الله عز وجل، وبحثنا في هذا الميدان كثيرا، والحمد لله كانت عندنا واحد الحنكه في هذا الميدان ولله الحمد والمنه، ومازال عندنا ومازال مستمرين ومازال كنبحثوا ومازال غنزيدوا لقدام ومازال كنشفعوا في الحالات حتى نكون سببا من اسباب الفرج وسببا من اسباب الشفاء بحول الكريم سبحانه وتعالى. هل هناك متطفلين عن الميدان؟ بزاف متطفلين. دابا بعد الناس كيقول لك الرقاة كثر من الجنون، راه ما كذبوش. دابا ولا كاين اللي كتلقاه غير سكيري كيجي كيدير الرقيه. والله العظيم انا اقسم برب الكعبه حتى شفتهم بعيني. انا واحد السيد كتخيل معايا شاد الشقوفه كيكمي، واحد شويه شاعل جوان، وواحد شويه جات السيده انا بدا كيقرا عليها. انا شفتو هذا قدامي في المباشر، وتخيل معايا دا كامي جوان ونايض كيقرا على السيده. كيفاش غيكون العلاج؟ ودابا حاليا ماشي دابا الاغلبيه اللي ولاو داخلين هذا الميدان داخلين من اجل الشهره ومن اجل الماده، ماشي داخلين انه هذا ميدان شرع ربي سبحانه وتعالى، لا،
اغلبيه اللي كيدخلوا لي باش على قبل النصب والاحتيال، على قبل ياكلوا رزق عباد الله، على قبل باش يتشهروا واللي يعرفوهم الناس. ولكن هذا الشيء لا يجوز، لا يرضي ربي سبحانه وتعالى. فاتقوا الله سبحانه وتعالى. المتطفلين راهو بزاف، راه بلا ما نذكر لكم الاسماء ديالهم، راه هنا في كازا راه موجودين، راه واحد 3 راه 4 هنا في كازا راهم معروفين بالنصب، معروفين ما هما رقات، ما هما حتى شي ما حاجه، عندهم حتى علاقه بالميدان والو ما عندهم شي علاقه بالميدان، وراه كنتحداهم في الواقع، يجيو جلسوا معايا في الواقع ونتحداهم. واش هذا بالله عليك اللي كيدير الرقيه 200 درهم جماعيه كيدخل فيها 60 واحد ولا 70 واحد، كيفاش هاد الرقيه هادي؟ واش هذا اللي كيدير الرقيه ب 10000 درهم الحصه وكتخرج تاخذ 6000 درهم ولا 7000 درهم ديال الاعشاب؟ كيفاش هاد الرقيه هادي؟ راه ماشي رقيه، هذا راه ماشي رقيه، هادي راه ولات تجاره بالدين، تجاره بكلام ربي سبحانه وتعالى. راه عيب وعار علينا ان نقول نحن امه اسلاميه وكنديروا هاد التصرفات ديال ابليس اللعين. فخصنا نرجعوا الى الاصل، ونرجعوا الى الرقيه الشرعيه اللي وصف لنا الرسول صلى الله عليه وسلم. راه قال لك من استطاع منكم ان ينفع اخاه بشيء فليفعل، اللي يقدر يعاون خوه بشي حاجه يعاونها. واش انت كراقي كمعالج السيد اللي ما عندوش الفلوس داير وحده كاتبه متبرجه كدوي معاك، كدوي بالفرنسي ما كدويش حتى بالعربيه، كدوي معاك بالفرنسي وهازه خنافره السما وكامله زواق، كتقول لك الحصه ب 10000 درهم وغندويو مع الشيخ وكذا، كدير 3 الحصات، 3 الحصات ب 30000 درهم. اش غدير لي انت؟ انا القران غنقرا احسن منك، انا غنجتهد احسن منك، انا غندعو الله سبحانه وتعالى احسن وافضل منك. الله عز وجل يقول ادعوني استجيب لكم. انت اش غدير ليا؟ اش غتصنع؟ ما في يدك والو، كل شيء بقبضة الله سبحانه وتعالى، كل شيء في يد الله، الملك لله سبحانه وتعالى. اما فاش انت تفتخر وتزكي في نفسك والى اخره، احنا راه احسن منك وافضل منك واقوى منك بفضل الله عز وجل. وفوق هذا الشيء كامل ما كنشترطوش على الناس. انا والله العظيم قسما بالله كاين اللي كيعطيني 10 درهم كنشد منه، كاين اللي يعطيني درهم، كاين اللي ما يعطيني والو، كنقول لي الله يجيب الشفاء والله يسخر. كون كان هذا المكان يدوي يتكلم الان ويشهد بكلمه الحق، والحمد لله. حنا ماشي كنفتخروا ولا كنزكيو نفوسنا، ولكن باش نوضحوا الناس وباش تعرف الناس اشنو كاين. الاخوان حدوا راسكم من هذوك النصابه، راهم كيضحكوا عليكم، راه كيديو لكم ديالكم. الرقيه راه بدون اشتراط، منين نعرفوا راقي ونعرفوا سيدي ومولاي ومتمكن في الميدان راه ما خصوش يتشرط على الناس. اللي ما عندوش اللي ما عندوش ما يعطيش، واللي عنده يعطي، هذاك الشيء اللي قسم الله. ما تشرطش على الناس، هذا هو الاصل في العلاج. لو رجعنا للقدماء الاجداد راه كانوا يعالجوا الناس بحال معاك. تجيب لي قالب ديال السكر يقول لك الله يخلف، وكيعالج الناس الحمد لله وكيقرا، حيت هذا قران، راه كلام الله عز وجل. راه انت كتبلغيه، واش كتبلغ شي حاجه وتخلص عليها راه عندك الاجر، اجر اكثر من هذاك الخلاص. فاتقوا الله عز وجل في الناس، واتقوا الله سبحانه وتعالى في المرضى، معشر الرقاة ومعشر المعالجين. ونسال الله عز وجل ان يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. واخا شنو الرساله اللي تبغي توجه لهاد المتطفلين عن الميدان؟ الرساله اللي نبغي نوجهها لهاد المتطفلين، راه اليوم دنيا وغدا اخره، هذه اول شيء. ثانيا هذاك الشيء اللي كديروا لي ديروا فيه والله العظيم حتى غادي يأذيكم في نفوسكم. لا بد غيجي واحد النهار غتسلط عليكم الجن والشياطين. علاش؟ لانكم دخلتوا لهذا الميدان، ما دخلتوش ليه بواحد الحنكه، بواحد العلم، بواحد الدرايه، غير طفلتوا على هذا الميدان ودخلتوا باش ديروا الشهره، باش ديروا الماديات وديروا الفلوس وديروا البوز. راه وربي يشهد لا تفلحون ابدا. راه ما يمكنش غتفوزوا وغتفلحوا، وما يمكنش غيجي نصر الله سبحانه وتعالى، لانكم دخلتوا لهذا الميدان وانتم مطفلين ودجله وكهنه وعرافين، وربما ما كتعرفوا والو في الميدان. حتى الدجل بعيد عليكم، حتى هذوك الكهانين بزاف عليكم. ربما انتم داخلين غير من اجل الماديات، راه ما عمركم غتربحوا. فاقول اليكم ورساله اوجهها لاي واحد داخل مطفل في هذا الميدان: اتق الله سبحانه وتعالى، اتق الله عز وجل. واخا السي كريم غادي نرجعوا لك، بغينا نعرفوا اصعب حاله جات عندك منذ البدايه ديالك. أصعب حالة وحالات هما دازو عندي صعبات، ولكن من بين الحالات اللي دازت عندي صعيبة بزاف هي حالة اللي ربما تثبت في وفاة واحد الطفلة صغيرة، واللي بقات فيا بزاف. هذيك اللي ما قدرتش نغيتها، ولكن غدت الأم ديالها بفضل الله سبحانه وتعالى، وجاء الفرج عن أيدينا. الحالة اللي ربما كانت تبين لنا شي حاجة في الواقع، كما شفتوا هذوك الناس اللي في الفقيه بن صالح بلا ما نتكلم عليهم، هذوك الناس اللي كتشعل فيهم العافيه وكيطرش ليهم الدم، هذوك هذه حاله اكثر من هذاك الشيء. والحمد لله ذوك الناس راه عالجناهم بفضل الله. هذه حاله اكثر من هذاك الشيء، حاله صعيبه بزاف. يعني اتذكر كان واحد الشيطان خبيث اللي كان يتسبب لهذيك المراه في نزيف حاد،
اللي صراحه حاله استعصى عليه الرقات. هاد الرقات من نمط الرقات اللي كيدابه حاليا في الميدان. واحد الراقي مشاو عنده خسروا عنده اموال طائله والله ما دار معاه شي حاجه. حتى هذاك المس اللي فيها ما كانش يطلع ما يبقى فيها والو، ولا كيقول لهم ديو السيده عند طبيب نفساني راه عندها مرض نفساني، والحقيقه في الواقع ان عندها اصابه روحيه. والحمد لله كنت لها سببا من اسباب الشفاء. كان عندها واحد النزيف اللي هو حاد صعيب بزاف، شفعت في الحاله وكان ما كانش كتولد. يعني المهم بقيت كنتقاتل مع الحاله حتى طلع الشيطان الاول، صفيت لي بفضل الله عز وجل. بقى واحد الشويطين بقيت ادعو الى الاسلام حتى اسلم لله سبحانه وتعالى. اسلام. المهم جبدنا بزاف ديال السياح، حيدنا اسحار، حيدنا مسائل، وتشافت هذيك السيده ولات بخير ولله الحمد وولدات. دابا هي في احسن حال بفضل الله، ولكن هذاك الشويطين راه باقي فيه، ولكن هو مسلم تائب لله عز وجل، راه ما خرج ما والو مازال فيه. ولكن الحمد لله كنت لها سببا من اسباب الشفاء، رغم ان بنتها مسكينه ماتت بسبب الجن والشياطين، ولكن تقاتلت مع الام حيت الام حتى هي كانت غتموت. بفضل الله عز وجل كنت لها سببا من اسباب الفرج، هي والزوج ديالها وبعض الاخوان الاخرين بلا ما نذكرهم. المهم الاساسي اللي الحمد لله اللي عالجناه هي الزوجه اللي كانت الحاله صعيبه معقده، اللي استعصوا عليها بزاف ديال الرقات، والحمد لله تشافات عن ايدينا بفضل الله سبحانه وتعالى. وكذلك شفنا حتى هذوك الناس ديال الفقيه بن صالح